يعني ايه ابتسامه؟ اغلب الشركات العالميه واللكجري براندز لما بتيجي تعلن عن منتج جديد عندها زي العربيات مثلا بتعمل ايه بالظبط؟ بترفع عنه الستاره تترفع، العربيه تبان وهي بتلمع، الناس تنبهر، واو سقف. ده بالظبط اللي بيحصل مع ضحكتك. الشفايف لما بتترفع عامله زي الستاره، تترفع لفوق، اسنانك تلمع، الضحكه تبان. هي دي بالظبط الابتسامه. تخيل الستاره او الشفاه جت تترفع لفوق ما طلعتش، دي بنسميها اللو ليبلاين سمايل او الابتسامه المطفيه شويه اللي هي كده. او جينا نرفع الستاره دي طلعت لفوق قوي، في طلوع الشفاه لفوق دي بنسميها الابتسامه اللثويه او الجامي سمايل. تخيل الستاره دي جت تترفع، العربيات اللي كانت مرصوصه الجميله دي كانت ناقصه عربيه، دي لما يكون اسناننا فيها حاجه مكسوره. او بان عندي مثلث اسود في الجنب كده، ده بنسميه البكال كوريدور، وده بيوحي ان الشخص سنه كبير شويه. كل دي حاجات في الابتسامه. فالابتسامه هي علاقه تناسقيه او تناغم او هارموني ما بين الشفاه وعضلات الوجه وابعاد الوجه، وما بين العظام وما بين اللثه وما بين الاسنان. كومباينيشن كده كبير مع بعضيه، لازم يحصل فيه تناسق، مش مجرد رص شويه اسنان وخلاص. يعني لما بنيجي مثلا نعمل شكل الاسنان بالنسبه لنا بيضاوي، الوش بيكون بيضاوي. لما الوش بيكون مربع بنعمل شكل الاسنان مربع، وهكذا. كمان بنختار درجه البياض بتاعه الاسنان على البياض بتاع العين. فالافضل لما نروح نعمل ابتسامتنا عند دكتور يكون متخصص تجميل اسنان وفاهم كل التفاصيل الدقيقه اللي انا بقولها لحضرتك. والاهم يعمل ابتسامه تليق عليك انت زي بصمه صباعك بالظبط. انا دكتور عمرو وبتمنى لكم ابتسامه جميله.